الظروف الاقتصادية والسياسية في مصر قد تبدو غير مواتية، ولكن في واقع الأمر بنقول إن مع كل تحدي هناك فرصة، في opportunity موجودة في مصر. إحنا كمصريين بنقول إن بلدنا مش الطبيعي إنها تتراجع بأي شكل من الأشكال، ولكن الطبيعي إنها من خلال مجتمع زي الاي سي تي كوميونتي اللي انا نفسي لمست على مدى 17 سنه من التعامل جواه، انه مجتمع قادر ان هو يواجه تحدياته، وهو الطبيعي جدا ان هو يكون القاطره التي تجذب كل الاستثمار وتجذب كل الشعب. ده كلام سمعته الحقيقه من الناس في الصناعه، وسمعته من الناس في النقل، وسمعته من الناس في الاستثمار، وكنت كل ما بروح عشان خاطر اعمل نوع من انواع التحقيقات في اي وزاره من الوزارات كانت كل الناس بتقول على نفسها هذا الكلام. لكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما هوش قطاع بيقول الكلام ده وخلاص، ومش مقارنه مع ما يحدث في العالم، ولكن مقارنه نفسنا بنفسنا. القطاع ده صمد وبيصمد وبيستطيع يتعامل، واعتقد ان هو مش النهارده بقى بيتعافى، لا هو النهارده فعلا بيشد نفسه وبيشد المجتمع للأمام. طبعا بتمنى التوفيق للقائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زي ما بتمنى التوفيق للقائمين على كل القطاعات في مصر، ان هم يقدروا فعلا يخرجونا من الحالة اللي كلنا فيها. خلينا نقول كلنا كنا واقفين على الباب بره في الريسبشن وبنقول كلام معناه ان الناس قلقانه والناس خايفه. حق الناس انها تبقى قلقانه وحق الناس انها تبقى خايفه. بس حق مصر علينا اننا مع قلقنا وخوفنا اننا نحول ده الى حاله من حالات العمل. اللي هو توطين وتطوير واستخدامات تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاخرى حتى يمكن تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي وتطوير العمل في هذه القطاعات بما يحقق إن شاء الله المردود الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. وبالتالي أصبح مهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس فقط تحقيق النمو والمساهمة في الناتج القومي، ولكن تطوير المجتمع ككل. واحنا يعني من تجاربنا اللي احنا تعلمناها ان جميع الدول السابقة التي امكن انها تحقيق عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طفرة اقتصادية واجتماعية، واخرهم يمكن في عشر السنين السابقة بلاد زي تركيا والارجنتين والبرازيل كانت تعاني اقتصاديا واجتماعيا بتحديات اكبر من اللي احنا بنواجهها، ومع ذلك حققت تقدما كبيرا في خلال هذه السنوات. وبالتالي اصبحت مسؤولية النهارده توطين صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليست هي فقط مهمة الوزارة، ولكنها يجب أن تكون فكر دولة والتزام دولة إن هذه الصناعة قادرة زي ما بقول مش بس على النمو الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تحقيق طفرة كبيرة في نمو المجتمع ككل. الهدفين دول تم ترجمتهم في الاستراتيجي اللي احنا شاركنا فيها المجتمع في 11 ابريل، والتي كان لها هدفين اساسيين. الهدف الاولاني احنا قلنا الاستراتيجي الاولاني اللي هو تدعيم موقع مصر الجغرافي ووجود 18 كابل بحري، مما يجعل مصر ثاني اكبر بلد في العالم يمر بها هذه الكميه من الكابلات البحريه، لتصبح مصر هي المركز العالمي للإنترنت. وبالتالي النهارده ده هيبقى مردوده الإيجابي على جذب استثمارات كثيرة في هذا المحور إن شاء الله. الهدف الاستراتيجي الثاني وهو تحقيق النمو والتطور الاقتصادي والمجتمعي للمجتمع المصري باستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تحقيق الهوية الرقمية للمواطن المصري. وعشان نحقق هذين الهدفين الاستراتيجيين كان لازم في مجموعة محاور نعمل من خلالها بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة حتى يمكن ان احنا نحقق هذين الهدفين الاستراتيجيين. المحور الاولاني وهو محور البنية الاساسية، وهي التي تتلخص في الكلاود كومبيوتينج
البرود باند والكابلات البحرية. المحور الثاني وهو بناء التكنولوجي لقواعد البيانات واستخدام المحتوى الرقمي في سبيل خلق قاعدة بيانات على المستوى القومي يمكن من خلالها المواطن وما نسميه اليونيك ايدنتيفيكيشن أو الكارت، الرقم القومي الذكي اللي هو بنقدر نعتمد عليه في جميع الاستخدامات الخاصة بجميع قطاعات الدولة. وبالتالي هذا المحور هو المحور التكنولوجي اللي احنا بنركز عليه. المحور الثالث مع انتشار خدمات المفروض المحتوى وخدمات الانترنت ووجود البنية الأساسية من البرود باند والكلاود كومبيوتنج، كان لازم ندي الوسيلة البسيطة المنافسة سعريا عن طريق النهارده بعض الأجهزة زي التابلتس أو الموبايلز أو اللابتوبس. وبالتالي كان من المنطقي إن احنا لازم نفكر في صناعة وطنية للإلكترونيات. وما هو مجهودنا في النهارده المشروع الاسترشادي اللي هو عن طريق نار، ما هو كان إلا بداية لاختبار طريق طويل إن شاء الله سنسلكه في وضع البنيات المطلوبة لخلق صناعة إلكترونية فاعلة إن شاء الله في السوق المصري. مع انتشار الإنترنت ومع انتشار خدمات اللي احنا بنقول في جميع القطاعات، سواء قطاع التعليم أو الصحة أو العدالة أو السياحة أو الشباب أو التوظيف، كان لازم نخلق بنية النهاردة معلوماتية مؤمنة. وبالتالي اهتمامنا بالأمن السيبراني والإي سيجنتشر بيأتي على رأس المحور الرابع اللي احنا بنعمل من خلاله. وأخيرا لا يمكن تحقيق هذه الأهداف بدون وجود بنية تشريعية من القوانين تساعد على تغيير الفكر والممارسة في هذا القطاع الواعد، إلا عن طريق تعديل القوانين الخاصة بالاتصالات، تداول المعلومات، القوانين الخاصة بالممارسات والمناقصات وغيرها من القوانين اللازمة أنها تتغير حتى تواكب ما نسبق إليه إن شاء الله في تحقيق هذين الهدفين الاستراتيجيين، وفي نفس الوقت استكمال المحاور اللي احنا بنعمل فيها على التوازي.